الدكتور قال لي لازم أركب طربوش بعد حشو العصب، هل الكلام ده صحيح؟ بعد حشو العصب بيضعف السن بشكل كبير وأي قوة عليه ممكن تؤدي إلى كسره، فبالتالي إحنا بنحتاج حماية لهذا الضرس سواء عن طريق كراون اللي هو فول كفرج، يعني أنا بغطي الضرس ببرده وبغطي الضرس بالكامل كحماية، أو عن طريق اونلاي أو اوفرلاي وهو عبارة عن زي طربوش جزئي أو جاست كفرنج للاريا أو المنطقة اللي معرضة بشكل كبير للقوة. ففعلا انت محتاج طربوش لو انت عامل حشو عصب. طب هل كل الاسنان بتحتاج طربوش؟ بنقول لو ان الاسنان الاماميه كان فيها جزء بسيط بس هو اللي تضرر وتأثر ممكن نأجل الطربوش، لكن بمرور الأيام هذا السن بيضعف وبيكون سهل كسره. استنونا في معلومات طبية جديدة مع كليندو.